مساء الخير أصدقائي. اليوم بدنا نتعلم مع بعض طريقة فروج بالفرن، طريقة سهلة ومميزة كتير. منجيب الفروج منريد فخاد أو صدورة حسب الطلب، منغسلهم كويس ومنحط له معلقة خل، ومنقشر جلدة الفروج حفاظا على صحة القلب والجسم لأنه بتحتوي على كمية كبيرة من الدهن. وبعدين منجيب السكينة ومنجرح الفروج بطريقة جيدة مشان يمتص الصوص. منجهز بهاراتنا اللي بدنا نعمل فيها تبلة الفروج بالفرن. منحط ثوم مدقوق، خمس سنون، معلقة بهار، معلقة الأكل بهار، نص معلقة ملح، معلقة كزبرة يابسة، معلقة فليفلة حمراء بابريكا، نص معلقة فلفل أسود، ربع معلقة قرفة مطحونة. ومنجيب الخل الأبيض مشان ما يضل بالفروج أي زنخة، ومنحط معلقتين أكل. وبعدين منجيب الصويا صوص مشان يعطيه نكهة طيبة ولذيذة، منحط معلقتين أكل. ومنحط معلقتين دبس البندورة، وثلاث ارباع الكاسة زيت زيتون، وكاستين مي. ومنحرك الصوص بطريقة جيدة، ومنحط سنون توم لأنه هي بتعطي بالأكل نكهة لذيذة وطيبة كتير. ننتقل للمرحلة اللي بعدها، إنه نحن نتبل الفروج بالصوص، وبعدين منصفهم بالصينية، وهيك بيكون صار عنا تبلة جاهزة. بعد ما نصفها بالصينية منضيف عليها الفطر فريش، وبيكون هيك صار عنا فروج بالفرن مع الفطر فريش، بيعطيه نكهة لذيذة وطيبة كتير. وبعدين منحطها بالفرن على درجة حرارة 180، وشوفوا شلون صارت بعد الاستواء، طيبة ولذيذة ومستوية.